السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أيام الجامعة عشان الواحد يجمع أكبر درجات كان طول السنة بيقعد يذاكر كل الدروس اللي اتشرحت، سواء مهمة أو مش مهمة. بعدين آخر يومين بقى قبل الامتحان الواحد كان بيجي يمسك الأسئلة المهمة والأسئلة اللي اتكررت آخر 5 سنين مثلا والامتحانات السابقة ويذاكرها عشان يدخل الامتحان، لأن دي أهم حاجة بتيجي. فلو حسبناها كده في مذاكرة آخر يومين دول، ساعات مثلا ممكن الاقي ان ساعتين بس مذاكره جمعوا لي في الامتحان اللي هو بعدها بيومين 15 درجه 20 درجه، لاني مركز على الحاجات المهمه جدا. في حين ان مثلا الايام العاديه بتاعت السنه ممكن مثلا اذاكر يومين او 3 او اسبوع حتى، وكل اللي ذاكرته الاسبوع ده ما يجيش في الامتحان عليه مثلا 3 درجات، او ممكن ما يجيش خالص في الامتحان. فرمضان بالنسبه لنا نفس الفكره. رمضان اول حاجه هو وقته محدود، هو 30 يوم من السنه كلها. تاني حاجة الأجر مضاعف جدا، ماشي. فتخيلوا بقى لو واحد في أيام الدراسة طول السنة عمال يذاكر ويجي آخر يومين ما يهتمش إنه يركز على الحاجات المهمة أو الحاجات اللي بتجمع درجات أكتر، فده هيخسر كتير. فإحنا مش عايزين نعمل كده في رمضان، فمحتاجين نشغل دماغنا في رمضان، نشوف إيه عليه أجر أكتر. محتاجين نشوف إيه اللي هيدينا أجر أكتر، حتى لو العبادة كانت وقتها قليل أو العبادة سهلة أو كده. فلازم نشغل دماغنا في الحاجات دي زي ما بنشغل دماغنا في الحاجات التانية. طيب إيه في رمضان هيدينا اجر اكتر؟ بكل بساطه هي الفروض اللي علينا، لان ربنا في الحديث القدسي بيقول: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. طيب الفروض دي الصيام نفسه والصلوات. طيب عايز اكد على 3 حاجات. فهو الصيام في حد ذاته، انت الصيام بس هو فرض عليك، بس ثوابه اكبر من صيامك في اي يوم تاني تطوع، فلازم نحافظ على صيامنا عشان ناخد منه اكبر ثواب ممكن. تاني حاجة الصلاة على وقتها. يعني عشان نحسبها كده، احنا لو صلينا صلاة الظهر مثلا، والكلام ليا قبل ما يكون لأي حد، صلاة الظهر في وقتها في المسجد جماعة أحسن من إنك تقوم الليل كله مثلا، بس المهم تصليها في وقتها لأن دي فرض، أما قيام الليل مش فرض. تاني حاجة صلاة العشاء، لان دي ساعات الواحد بيروح متاخر بعد الفطار، بيقعد مثلا في البيت او يتاخر، وساعات كده الواحد ممكن يروح بعد ما العشاء تخلص في جماعه اصلا ويصلي جماعه تانية، او ما يركزش في صلاه العشاء في الجماعه. صلاه العشاء بتركيز وفي وقتها احسن كثواب وكده من صلاه التراويح الليل كله. يعني انت لو صليت العشاء متاخر ومن غير تركيز، وبعدين بعدها ركزت بقى في قيام الليل وكده، انت العشاء اللي انت ضيعتها دي ضيعت ثواب الخشوع فيها وتركيزها اكبر وافيد ليك من قيام الليل. طبعا كل ما يكون بقى يعني انت تصلي العشاء وقيام الليل الاثنين بتركيز ده احسن طبعا، كل ما يكون كميه العبادات اكتر والجوده بتاعتها احسن، فده احسن طبعا. تالت حاجه دي حسبه كده انا بعملها بتفرق معايا قوي. يعني دلوقتي انا السنه اللي فاتت كنت عايز التزم بصلاه الضحى، بس ما التزمتش بيها قوي. فدلوقتي احنا في رمضان والاجر مضاعف، فانا بحسبها في دماغي كده. انا بقول مثلا ركعتين الضحى اللي هصليهم دلوقتي في رمضان دول يشيلوا 10 ايام يعني الركعتين ب 10 ايام، مثلا كاني صليت 10 ايام ضحى في الايام العاديه. انا بحسبها كده، فبعتبر الركعتين دول هيشيلوا 10 ايام من التقصير اللي انا قصرتهم بره رمضان. فدي حاجه تحفز الواحد ان هو يستغل رمضان يعني ويعمل فيه. قيس على كده بقى، ممكن مثلا صفحه القران الواحده تشيل 10 ايام من اللي انت كنت عايز تقراهم في الايام العاديه، وغيرها بقى من العبادات. ونحاول العبادات اللي نعملها في رمضان انها تكمل معانا بعد رمضان.